الله. اوعى وشك مع ام حسين. اديله ادي. اديله ادي بقى. ام حسين الغاليين، هنبدا الفيديو النهارده بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عاملين ايه يا حبايب قلبي النهارده؟ يا رب تكونوا بخير جميعا يا رب. النهارده طبعا ما فيش ماتش كوره، امبارح ما حدش دخل خالص عشان بقى قلنا ده الماتش والكلام ده. اما نشوف النهارده بقى ايه اللي هيحصل. النهارده ان شاء الله هعمل لكم مكرونه بشاميل، وهنعمل بانيه، وهنعمل ايه يا بسمله؟ دوناتس دجاج. طبعا كان في الفريزر. المره اللي فاتت طلعته كان طري، ما كانش لسه مسك نفسه. المره دي هعمله قدامكم علشان تشوفوه هو ايه بعد ما ماسك نفسه بقى واتجمد وبقى حلو. اوريكم الحركات المحتاجاه. بصلايه كبيره كده يا جماعه، حطيت لها معلقه سمنه كبيره وحطيت شويه زيت، وبشوح البصلايه دي وعصج اللحمه ماشي. ومعايا فلفل الوان احمر واصفريقه، وواحد فلفل حراق اخضريقه، ومعايا يعني اقل من نص كيلو لحمه، يعني مش نص كيلو، اقل منها. دي كانت لحمه مفرومه عندي، باقي كيلو لحمه كنت باخد كده من غير ما اوزن ومن غير ما اعمل. طبعا البصله يا دوبك بكت الميه بتاعتها بس ما سبتهاش تتحمر، ببك الميه بتاعتها كده وبديها تشويحه صغيره، وبعد كده هنزل باللحمه. اهم حاجه البهارات دي. هنحط شويه ملح، بتاع معلقه صغيره يا جماعه، اقل من معلقه كمان، ما قلتش بقيت. هننزل كده بالفلفل الالوان، نص فلفلايه واخداها، يعني مثلا اهي قطعه من دي ربع كيلو، حتى مش نصها، ربع كيلو ايه ربع فلفلايه. والفلفلايه الحمراء كانت صغيره واخده نصها ماشي، ومقطعها بقى قطع صغنططه كده. هنزل بيها على اللحمه اهي مع قرن فلفل حراق، واديله ادج اديله ادج اديله ادج. نقلب بقى كل الحاجات دي كلها مع بعضيها، وملح وفلفل وفقط لا غير. عندنا اللي عايز يحط بهارات لحمه يحط، اللي عايز يحط بصل بودر يحط، بس انا كده كده يعني حتى بصل ملهاش لازمه الاضافات الزياده دي اللي بتغير طعم الاكل يعني. دلوقتي انا كان معايا بقسماط ناعم اللي هو بتاع البانيه، كان معايا هنا كذا كام واحده قرص كده اللي انا عاملاه اللي هو الكعك ده الفينو. رحت ماسكاهم مقطعاهم وضربتهم في الكبه، طحنتهم نص تحميره يعني كده، خليتها ايه كبيره كده شويه. بصوا كده اهو، كده اهو ماشي. ده بقى لما تيجوا تدبلوا البانيه او هتعملوا مثلا الدبابيس اللي هي كنتاكي والحاجات ديت، بدل ما بتجيبوا مثلا الشيبسي والحاجات ده اللي احنا جبناها، بس ما اسمه ايه انا في حاجات كتير على فكره عشان ما تقعدوش تضحكوا عليا ما بعرفش انطق، معلش اصل انا من الجيل بتاع زمان. فايه بقى، فانا فكرت ان انا اعمل كده. ضربته بقى وهو ايه كان يعني ابتدى كان ينشف شويه هيجلد كده، فعارفه ان هم مش هياكلوه بقى، رحت ماسكاه مقطعاه بالمقص وحطيته في الكبه اتفرك بقى ايه، اداني نفس الحاجات اللي هي ايه. ودخلته بقى فرن الميكروويف دقيقه واحده، فردته كده في الصاج ودخلته فرن الميكروويف، خد التحميصه اللي هي في السمنه لما يشرب من السمنه كله. بعد كده اوريكم انا بنزل بايه. ادي معانا لتر حليب تاني اهو، هنزل برده بيه بالتدريج. صلوا على رسول الله. انا هشيل دي بقى كده ماشي، بتاع وقعت. بصوا يا جماعه انا عايزاه يبقى كده خفيف، مش عايزاه تقيل قوي، مش عايزاه يعني يشد معايا، عشان تبقى ايه قعر الصينيه زي وشها، يبقى كلها كده حلوه. صلوا على رسول الله. اوعى كده، ماليش دعوه، لو طلع فيها حاجه هحكي لكم وهقول لكم انا فتانه. هننزل بقى بنص المكرونه، ده كيلو مكرونه، هننزل بنصه كده هنا كده. نصه ولا مش نصه؟ كده نصه. نص. كل الناس الجميله اللي داخله تصلي على رسول الله بالله عليكم صلوا على النبي، واللي يصلي مره يصلي عليه 1000 مره وزيدوا النبي صلاه، ما تبخلوش بالصلاه على النبي. النهارده الجمعه كده، ربنا يجعلها جمعه.
والله العظيم مزعلني زعل لا له اول ولا اخر. نزلنا هنا بالضايه، بصوا اهي بقلبها في البشاميل بشويه بشاميل، يعني فوتش شويه بشاميل اهو، ولا موزاريلا ولا جبنه شيدر ولا الايه التقاليع اللي احنا ايه اللي طلعنا فيها ترند ديت. هو ده البشاميل ما بيتعملش الا كده. بصوا بقى كده الجمال والحلاوه. تضربوا البيضه اول كده تربوها اهي، وبعد كده تنزلوا كده. افرد يا معلم افرد. اوريكم بقى الحلاوه والجمال. ده اللي انا عملته لكم بقى قبل كده وكان فاكك مني، لان المفروض يتحط وقت طويل في الفريزر، وانا طبعا كنت مستعجله وعايزه اعمله وكنت متضايقه قوي، يعني المفروض اليوم دوت ما كنتش عامله حسابي ان انا موضبه حاجه، فبقيته كان في الفريزر حطيته كده. بصوا بقى بيخشخش ازاي اهو. فانا قلت النهارده هطلعه اعمله عشان ابني هنا حبيب قلبي وعياله ومراته، فايه اهو حاطه بين كل راق وراق. بص بقى ناشفه ازاي، بصوا ماسكه ازاي اهي. كانت الاول بتقع من ايديا. بصوا بقى اطلعها بقى من هنا كده بكل سهوله اهي. الاول ما كنتش عارفه امسكها، وهنزلها هنا هي هتنزل في البيض واطلعها بكل سهوله، عشان بس انا كنت عايزه اوريكم منظرها في الاول ما كنتش عارفه، عشان كانت طريه وبتقع مني. اوريكم بقى الحلاوه بقى والجمال. تعالى يا بلال تعالى اقعد هنا معايا عشان تتفرج عليا. اديله ادي بقى بخمس بسمله، حاطه معلقه معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره ملح، بهارات كفتة الحاتي. اديله ادي يا لهوي على سميله. بهارات كفتة الحاتي. حاطه ايه تاني يا بسمله؟ حاطه معلقه بابريكا، وحاطه بيضتين، شوية لبن. وحاطه طبعا الحليب ده شيء اساسي. أيوة اللي هو الحليب. وطبعا قلبت الكلام الحلو ده كله مع بعضه، وسقطت بقى البانيه. البانيه طبعا اتغسل فم غسيل حلو قوي يعني كده. بالملح والخل. بعد كده هو تروحتي ايه اديله ادي بقى. حطيته في التتبيله بقى له دلوقتي اكتر من ساعتين. وبصل بودر وبهارات فراخ. ايوه اديله ادي. بس انا هوريكم البهارات اللي انا حطيتها. على فكره البهارات دي بحطها في الهمبرجر وفي كل حاجه، تدي الاكل في منتهى الجمال. حطيت شويه كزبره ناشفه معلقه كبيره. وبتسيبوها في التتبيلة زي ساعة كده. كسرت بيضتين على البانيه كده، ما يحتاجش ان انا اعمل بيض تاني، على طول اطلع على الايه في البقسماط على طول. الله اوعى وشك مع ام حسين. اديله ايه دي. بصوا بقى التحمير والقرمشه بقى اوريكم بقى. قال انا منزله الطريقه على في الفيديو الكبير، اللي عايز يعرف دلوقتي هقول له برضه. 2 بطاطس، نص كيلو بطاطس على نص كيلو بانيه. قطعت البانيه قطع صغيره وفرمتها، وبعدين شلتها من الكبه، ونزلت اللهم صل على النبي بحوالي بصلتين كبار برضو فرمتهم جامد في الكبه، وبعدين شلت البصل عصرته من الميه اللي فيه، ورجعت حطيته تاني، وبعدين نزلت بالبطاطس كانت مسلوقه قطع صغيره كده اهوت، رحنا مصفينها من الميه نزلناها بقى مع البصل، وضربت البطاطس مع البصل، ونزلت بالبانيه كله على بعضه. نزلت ايه بقى يا جماعه؟ حطيت معلقتين نشا، وحطيت معلقتين بقسماط، وحطيت معلقه فلفل اسود مطحونه، وحطيت بهارات فراخ معلقه من بهارات الفراخ، وحطيت معلقه بابريكا، وحطيت معلقه كركم، كل الحاجات الجميله وكزبره ناشفه، ودبلتها تتبيله يعني تمام يعني ماشي. مش عارفه دي اتحمرت من هنا، لا لسه طريه، نسيبها شويه. واتضربت جامد لحد لما نعمت، وعملتها دور تاني وتالت لحد لما نعمت بقت خالص كده. انتوا هتشوفوها على اللايف في الفيديو الاولاني ماشي. وبعد كده بقى حطيتها في القرطاس الحلواني، ولفيتها كده بالقرطاس الحلواني. طبعا انا ما كانش عندي الرسمه اللي هي الساده، عندي الرسمه اللي هي بتاعت بلح الشام. قلت ما فيش مشاكل، يعني هي تنزل في البطن اسمها بلح الشام.
يا احلى ناس في الدنيا. بصوا المكرونه بقى. عشان سخنة. بصوا الجمال. طبعا عشان مطلعها سخنه. بصوا بتقع. شايفين المنظر؟ ايه رايكم بقى في الحلويات؟ ايه رايكم في الحلويات ديت والجمال ده والحلاوه دي؟ لو عجبكم الاكل الجميل ده والمكرونه البشاميل الحلوه ديت اللي طبعا مش عارفه ادوقها عشان سخنه، لا يوم اوديها بق ازاي؟ لا انا مش هغامر. ايه رايكم؟ هي باينه اهي، الصينيه باينه قدامهم يا بسمله. طيب وطبعا اللهم صل على النبي البانيه. طبعا اي حد بيعمل بانيه بعد ما بيطلعوا بدقيقه تيجوا تمسكوها كده هتلاقوها بتنقط زيت وطريه. بصوا بقى دي قرمشه. بصوا ازاي، بصوا المنظر، بصوا الحلاوه والجمال. الحته دي رايحه على بق مين؟ رايحه على بق بلال. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه ديت؟ شايفين؟ لو عجبكم الفيديو الجميل ده ما تنسونيش تعملوا لي لايكات وصلوا على رسول الله. واللي ما اتفرجش كويس واللي ما عملش لايك كويس يخش على الفيديو ويعمل لايك. عايزاكم تنتشروا كده على القناه، اعملوا لي لايكات كده واعملوا لي حاجات حلوه. ماشي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد واعمل لكم الاحسن والاحسن. واوعى وشك مع ام حسين، اشوفكم في فيديو جديد.